ومعنا من مدينة أوستند البلجيكية الكاتب في الشؤون الكردية والتركية هوشنيك أوسي. أستاذ أوسي، أحييك. ما هي أولا أهلا وسهلا. أهمية خطوة الحزب هذه على المستويين الكردي أولا والتركي ثانيا؟ نهارك سعيد أنت والمشاهدين الأفاضل. أهمية هذه الخطوة أنه نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، حزب العمال الكردستاني. هذا من جهة، يعني الآن وتفكيك هذا الحزب. أتمنى في الاستوديو أنه ينزلوا الصوت أنه بيصير صدى. فورا فورا. فمن جهة أخرى، الشعب الكردي عانى من سلاح حزب العمال الكردستاني. عبد الله أوجلان نفسه في صيف 2008 قال بأن حجم التصفيات الداخلية داخل هذا الحزب وصل إلى 15 ألف عملية تصفية داخلية داخل حزب العمال الكردستاني. وبالتالي ممارسة العنف صحيح في جزء منه كان موجه ضد الدولة الكردية، لكن في جله هذا العنف، عنف البي كي كي، عنف حزب العمال الكردستاني، كان موجه إلى داخل الحزب وإلى الداخل الوسط الكردي. الحزب أصلا قبل أن يعلن الكفاح المسلح على الأتراك في 15 آب 1984 اغتال العشرات من أعضائه وهاجم التيارات الكردية التي كانت موجودة في كردستان تركيا. طبعا أنا أقدم لك معلومات بعيد عن القراءات الصحفية والكليشات المتبعة. وبالتالي الكاهل انزاح كبير عن كاهل الشعب الكردي بترك هذا الحزب لسلاحه ولممارساته العنفية التي أدخلته في لائحة المنظمات الإرهابية على الصعيد الأوروبي وعلى الصعيد الأمريكي. وبالتالي هذه الخطوة ستلقى ترحيبا إقليميا ودوليا وأوروبيا. على الطرف التركي ستسجل هذه الخطوة على أنه نصر تاريخي لرجب طيب أردوغان. أنت تعلمين أن وفق استطلاعات الرأي شعبية أردوغان بدأت تتراجع. الائتلاف الحكومي التركي كان على نعم. يعاني مما يعاني من بعض المشاكل. هذه الخطوة في الوسط الإعلامي التركي وفي الوسط السياسي التركي صار إلى تصديرها بأنها طي صفحة الإرهاب، نعم. اقتلاع شأفة الإرهاب. سيد وبالتالي أوشنك. الخطوة نعم. ستصب. نعم، هذه الخطوة ماذا عن آلية تنفيذها المرتقبة؟ هل تبدو واضحة، خصوصا أنها مرتبطة بشكل مباشر بمصير أوجلان؟ حزب العمال الكردستاني حصر يعني سقف مطالبه فيما يتعلق بحالة أوجلان، وضع أوجلان، يعني تحت الإقامة الجبرية أو الإفراج عنه، ومهمة تسيير أعمال تفكيك الحزب ونزع سلاحه تركها للدولة التركية ولأوجلان. لا يوجد هنالك تصور واضح، برنامج واضح كيف سيصار إلى نزع سلاح هؤلاء المقاتلين. الجيل الأول الثاني، الصف الأول الثاني من قيادات الحزب، هل سيصار إلى عودتهم إلى تركيا؟ ويتطلب ذلك إصلاحات وإصدار قوانين عفو، يعني الإطار القانوني حتى الآن غير واضح، آليات تسليم السلاح غير واضحة، مكان إقامة قيادات الحزب، هل سيبقون في جبال قنديل؟ هل سيستقر قسم منهم في كردستان العراق أم سيتجهون إلى دولة أوروبية؟ كل هذه التفاصيل نعم. غير واضحة الآن. لكن البيان تحدث عن الخطوط العامة، أنه حزب العمال الكردستاني استنفد أسباب وجوده العسكرية والسياسية. وأنا صح كمراقب للشأن الكردي والتركي لا أعلم يعني ما هي ماذا تحقق في تركيا حتى الآن لكي نقول أنه حزب العمال الكردستاني استنفد أسباب وجوده وينبغي لهذا الحزب أن يحل. شوفي، لاحظي معي، حزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، يعني مواليده 45 46 بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن هذا الحزب موجود بعد أن حقق لكرد العراق
الفيدرالية. الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية تأسس في ال75 قبل حزب أوجلان ب3 سنوات، وما زال هذا الحزب رغم الانشقاقات ما زال موجودا، ورغم أنه كلا الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق حقق أجزاء مهمة من مشاريعهم السياسية داخل العراق ولم يصار إلى حل أنفسهم. نعم. حتى صدام حسين لم يطلب من الأحزاب الكردية حل نفسها، أما رجب طيب أردوغان أصر على أوجلان، وأوجلان أصر على قيادة الحزب أن يحل نفسه بدون أن نجد شيء حقيقي مرضي ومنصف للشعب الكردي في تركيا الذي سيد، يتجاوز تعداده 20 مليون نسمة. شكرا لك سيد أوشنك، كنت معنا. شكرا.